السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديال كيت سبورت، مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نهضروا على فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء الآن هو الممثل الوحيد اللي بقى، ماشي غير ديال المغرب بوحدو ولكن ديال العرب افريقيا ايضا. فريق الرجاء البيضاوي اللي بقى وحيدا يسبح ضد التيار، وان شاء الله يوصل وياخذ الكأس في النهاية، لأنه يمثلنا جميعا، يمثل المملكة المغربية بأكملها. الآن غادي نشوفوا هذه المقابلة هذه شنو هي الحظوظ ديال فريق الرجاء البيضاوي فيها. أول حاجة هي مسألة الفريق الخصم. فريق الخصم اللي هو ماشي واحد الفريق اللي بسيط، هو فريق النصر السعودي. هي احنا عندنا واحد الفكرة بأنه راه الفروق ديال السعودية فروق، مثلا تنقول البطولة السعودية ضعيفة مثلا، شي حوايج بحال هذا الشكل هذا، ولكن هذا الشيء خطأ، لأنه اللي ما متبعش الشأن الكروي في آسيا وفي السعودية بالخصوص غاديش يعرف بأنه راه مؤخرا البطولة السعودية استثمرت واحد العدد كبير ديال الأموال والبنية التحتية باش تطور من مستوى الكرة عندها، وهذا الشيء شفناه بتأهلهم لكأس العالم. وبالمقابلات اللي قدموها في كأس العالم بلاعبين محليين، لا ضد المنتخب الأرجنتيني اللي فازوا عليه، ولا ضد المنتخب البولوني اللي لعبوا معاه كرة وكانوا مسيطرين، ولا ضد المنتخب المكسيكي ما عرفوش يتعاملوا مع المقابلة. ولكن كانت المهم تيبان جودة ديال اللاعب السعودي المحلي، يعني ما عندهمش محترفين في الخارج. يعني هذا تيبين بأن البطولة السعودية راه تطورت مؤخرا. هذه مسألة الأخرى، فريق النصر عنده واحد اللاعبين اللي تيقدروا يحسموا اللقاءات، بحال مثلا الشكل ديال كريستيانو رونالدو وديال ساديو ماني اللي مشى مؤخرا. يعني هذه المسألة هذه ما خصش يغفل عليها الطاقم التقني لفريق الرجاء، وتنظن بأنهم هما عارفين اش تيديروا تبارك الله. يعني الفريق الخصم ماشي فريق سهل رغم تبدو بالنتائج ديالو والأداء ديالو في بداية البطولة، ولكن حنا تنعرفوا بأن راه البطولة تبدأ من دور إقصاء المنهزم، يعني أنه من هذا الدور هذا غادي تبدأ البطولة ديال بصح، لحقاش في الأول يكونوا حسابات، فريق تيبغي يشوف هذا لاعب مع هذا يجيب نقط من هنا كرة فراش. ولكن فاش تنوصلوا المسألة ديال الإقصاء المباشر تما تتلعب الفروق، تما تيبان واش عندك ولا ما عندكش. يعني فريق النصر ما خصناش ناخذوه بداكشي اللي دار في الدور الأول خصنا ننساوه، خصنا نفكروا بأنه فريق النصر فريق قوي، فريق عنده لاعبين أقوياء، فريق عنده لاعبين يتيحسموا، يعني كما قلنا كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبعض اللاعبين الآخرين، لأنهم لاعبين اللي يقدروا يغيروا لك المقابلة في أي لحظة. يعني خصنا ناخذوا الحيطة والحذر من هاد اللاعبين. هذا بالنسبة للخصم. بالنسبة للعامل الآخر فهو عامل التحكيم. هذا العامل ما تنبغيش نهضر عليه أنا بزاف في القناة، ولكن هو عامل اللي كاين. شفنا شو وقع مع الوداد، وبلاش نهضروا بزاف على هذوك المسائل، ولاني عامل يقدر يكون ضدك للاسف. ولكن ما غاديش يعني زعما غادي نعطيو واحد القيمه اللي اكثر من القياس ديالو. يدخل ان شاء الله الرجاء غادي تلعب كره، وإلا تعرضت لشي ظلم ولا اي حاجه فهناك المساطر القانونيه المتبعه، ولكن غادي نضيعوا احنا في التاهل ديال الفريق من المغرب. يعني هذا العامل هذا باش نهضر عليه بزاف كما تنقول، لانه عامل يقدر يكون يقدر ما يكونش. يعني احنا نركزوا على كرة القدم وما هو داخل رقعة الميدان، واش عندك شي حاجة في رجليك ربينها. وتبقى العامل الأساسي هو التحضير لهذه المقابلة ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا باش تكون مقابلة في المستوى، لأنه التركيز واللعب على الحيثيات البسيطة ولا بعض الجزئيات البسيطة هو اللي غادي يخلق الفارق. وان شاء الله نتمنوا ان الرجاء تلعب كما لعبت الدور الاول اللي لعبت بواحد الشكل جيد، وكان ظهر واحد الانسجام، وخا المدرب نسبيا جديد ويعني اللعبه في طور الانسجام مع الفلسفه ديال المدرب. ومع ذلك الحمد لله الرجاء قدمت واحد الطبق كروي تبارك الله كان جيد جدا في الدور الاول. يعني تنتمنوا احنا الفريق الرجاء ان شاء الله باش يمشي في هذا المسار هذا،
وهذا ليس بغريب على فريق الرجاء لأنه فاز باللقب مرتين. يعني ما عندوش الحمد لله عقدة البطل يعني في هذه البطولة هذه بالخصوص، ولا بزاف تاع البطولات الأخرى، ولكن يعني في هذه البطولة هذه العربية يعني ما عندش الرجاء واحد العقدة نقص ولا زعما راه لاعب مرهوب من الفرق الأخرى ولا أقل منهم ولا شي حاجة. بالعكس لأنه هو لاعب تدافع على اللقب ديالو أولا اللي حرز عليه المرة اللي فات. هي ماشي الظروف هي نفس الظروف، ولكن المهم فريق يدافع عن لقبه، هذه هي الأولى. وثانيا فاز كما قلنا بلقبين من قبل، يعني أنه فريق الحمد لله متمرس وقادر باش يقارع الفرق الأخرى، ولو أن عندها ميزانيات كبيرة ولاعبين كبار وملايين الدولارات تصرف هنا وهناك. ولكن إن شاء الله فريقنا إن شاء الله غادي نكونوا كاملين وراه، مغاربة كاملين بإذن الله تعالى، باش إن شاء الله يجيبوا اللقب، وإن شاء الله نفرحوا كاملين بإذن الله تعالى. إلى هنا ينتهي البودكاست ديالنا، إلى اللقاء، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. يا خير الكلام، نستودعكم الله وإلى الملتقى.